صباح الخير. ما حدا بحب يقول عن حاله مغلط، بس اللي ما بيعترف بغلطه بيضله غشيم وبيضله غبي وبصير مثل جمهور الأحزاب اللي بيضلوا كل حياتهم يدافعوا عن أغلاط معلمينهم. لكن أنا يعني مجبور إذا غلطت أقول إني غلطت. خلينا نرجع للبوست تبع يمنى شري اللي أنا عملت عنه فيديو امبارح وانتقدتها. تقول هي قابلت الفنان عمرو دياب 4 مرات بمصر والأردن ودبي بالكويت، قدمته على المسرح 3 مرات وعملت لقاءين لتلفزيون المستقبل وتلفزيون الكويت، وفيني أكد إنه فنان سوبر ذكي مليان حياة وطاقة وإيجابية وفرح. ما بحب اللقاءات صح مثل كتار، لكنه أذكى من إنه يوافق على هيك تعهد عبيط. وين بلبنان بلد الحريات والكرامات؟ أنا هون افتكرتها عم بتقول بلبنان بلد الحريات والكرامات عن مسخرة، وإنه التعهد هو تعهد من عمرو دياب للتلفزيونات إنه يعمل لهم لقاء، ولكن هو لا، مش هيك المقصود. هي عم تقصد عن التعهد اللي طلبه منظم الحفلة تبع عمرو دياب من الصحفيين انه يتعهدوا بيكتبوا مثل ما هو بدهم. هي عم تحكي عن تعهد العبيط اللي طلبوه منظمي حفلة عمرو دياب. وين عم تقول بلبنان بلد الحريات والكرامات؟ يعني عم تقصدها مزبوط انه لبنان بلد الحريات والكرامات. فانا بدي اعتذر منك ست يمنى، جل من لا يخطئ. ما تاخذينا، خضيناك امبارح وزعجناكي، وان شاء الله بنعوض عليكي بمناسبة تانية. هيدي بوسة.